اخبار النادي الاهلي وكل ما يدور داخل النادي الاهلي وكل الاخبار الجديده حالا. اول خبر معانا انتقال اللاعب عمرو السوليه، هو وكريم نيدفيد الاثنين انتقلوا في صفقه انتقال حر من النادي الاهلي لنادي سيراميكا كليوباترا، يعني ما كلفوش النادي اي حاجه ورايحين لسيراميكا كليوباترا فري. والخبر الثاني اللي معانا ان رضا سليم مش راضي ولا يروح في اعاره ولا يروح بيع نهائي لاي نادي عن طريق النادي الاهلي، هو عاوز ياخد العقد بتاعه كامل ويمشي فري من النادي الاهلي. عشان كده لحد الان موضوع رضا سليم لسه ما خلصش مع النادي الاهلي. وثالث خبر معانا اللاعب احمد عبد القادر لسه بيماطل مع النادي الاهلي ومش عاوز يروح اي نادي عن طريق النادي الاهلي، مع ان النادي الاهلي جاله عروض كتير قوي ووافق عليها، لكن احمد عبد القادر عمال يماطل ولسه لحد دلوقتي موضوع احمد عبد القادر ما خلصش مع النادي الاهلي. والخبر اللي انا عاوز اقوله ان كلنا عارفين ان خلاص اسامه ابو علي بقى خارج النادي الاهلي وهيروح يلعب في الدوري الامريكي مع نادي كولومبوس، وعاوزين كمان نقول ان هو بعد البيان اللي طلع قاله والفيديو اللي هو عمله وبيعتذر فيه لجماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، حتى لو هو مجبور ان هو يعمل كده، كفايه ان هو بيض وش اداره النادي الاهلي. وكمان اداره النادي الاهلي باعته بمبلغ كبير، يعني ما ضحكش على النادي الاهلي ولا هرب من النادي الاهلي، وحصل ده كتير قوي مع انديه كتير ومن ضمنهم نادي الزمالك. لكن انا حابب اقول ان اداره النادي الاهلي استفادت جامد جدا من اسامه ابو علي وبيع اسامه ابو علي، وكمان قبل ما يمشوه خلوه اعتذر للجمهور واعتذر للاداره، فده نجاح كبير قوي لاداره النادي الاهلي. والخبر اللي معانا ان اللاعب علي معلول نجم النادي الاهلي سابقا والباك الشمال وكلنا عارفينه اللاعب الخلوق جدا، اللاعب ده خلاص وقع مع النادي الصفاقس التونسي لمده 3 مواسم، خلاص اجتاز الكشف الطبي وخلاص بقى لاعب في الصفاقس التونسي رسمي. وحابب اقول ان اداره النادي الاهلي خلاص اخيرا خدت خطوه ضد الكابتن مصطفى يونس اللي عمال يدب فيهم وعمال يدب في كابتن محمود الخطيب، خلاص احالوا له التحقيق وكمان هيلغوا العضويه بتاعته من النادي الاهلي. والنادي الاهلي تقدم بعرض للبنك الاهلي ان هو عاوز يشتري اسامه فيصل ب 50 مليون جنيه، لكن البنك الاهلي رافض وعاوز يبيعه. وصل العرض لحد 75 مليون جنيه من 80 مليون جنيه، وصل العرض 75 مليون جنيه، لكن النادي الاهلي لسه فيه تفاوضات ما بينه وما بين البنك الاهلي، وشكل كده اسامه فيصل هيبقى في النادي الاهلي. وحابب اقول ان اللاعب احمد كوكا لاعب منتخب مصر واللاعب المحترف خارج مصر حاليا عرض نفسه وهو وكيل اعماله للنادي الاهلي وحابب ان هو يلعب مع النادي الاهلي في الموسم الجديد، واداره النادي الاهلي دلوقتي بتدرس الموضوع واحتمال كبير قوي ان احمد كوكا يكون راس حربه النادي الاهلي في الموسم الجديد لو صفقه اسامه فيصل ما تمتش. واخر خبر معانا ان الكابتن محمود الخطيب راح اتفق مع رئيس نادي برشلونه على ماتش ودي في افتتاح استاد النادي الاهلي سنه 2029، هيكون النادي الاهلي هيلاعب برشلونه في الافتتاح عشان يبقى استاد عالمي وماتش عالمي، وبكده النادي الاهلي عالمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.